أهلا بيكم. كلنا عارفين المعاناة دي، تطبيق ويب بيكبر والبيانات بتبدأ تتوه مننا، فوضى حقيقية. النهاردة بقى هنتكلم عن أداة اسمها ريدوكس، وهنشوف إزاي ممكن تكون هي طوق النجاة اللي بيحول الفوضى دي لنظام. يلا بينا نفهم القصة دي. طيب خلينا نبدأ بالسؤال اللي أكيد كل مطور بيسأله لنفسه في وقت من الأوقات. ليه كده؟ ليه كل ما الابليكيشن بيكبر إدارة البيانات بتتحول لكابوس؟ الإجابة على السؤال ده، أو بالأحرى حل المشكلة دي، هو السبب أساساً اللي خلى حاجة زي ريدكس تظهر في الصورة. القصة بتبدأ بسيطة خالص. عندنا تطبيق رياكت بيبدأ يكبر شوية بشوية والكومبوننتس بتكتر، وفجأة تلاقي موقف غريب. كومبوننت في آخر الدنيا يمين محتاج يعرف معلومة من كومبوننت تاني خالص في آخر الدنيا شمال. الطريقة العادية عشان نعمل كده، يا نهار أبيض، بتعمل شبكة معقدة من الداتا اللي رايحة جاية في كل حتة. ومن هنا بقى بيبدأ الصداع الحقيقي لأي مطور. المشكلة دي ليها اسم مشهور قوي في عالم رياكت، بيسموها prop drilling. تخيلوا معايا كده، عندنا component اسمه A عايز يكلم أخوه B. بنعمل إيه؟ بنرفع المعلومة دي لأبوهم الكومبوننت C. تمام؟ فجأة component تالت بعيد خالص اسمه Q طلع محتاج نفس المعلومة، فنضطر نرفع المعلومة دي للجد الأكبر A عشان يوصلها. والمصيبة هنا إن في components في النص ملهاش أي دعوة، بتتحول لمجرد ساعي بريد، كل وظيفتها إنها تاخد الداتا دي وتمررها للي بعدها، وهي أصلا مش بتستخدمها. وده اللي بيخلي الكود عامل زي شبكة العنكبوت، معقد وصعب جدا تصلح فيه أي حاجة. النتيجة فوضى، فوضى حقيقية في الكود. بس الخبر الحلو، أكيد في طريقة أحسن من كده. وهنا بقى بيجي الحل، وهو بسيط جدا في فكرته. بدل ما نسيب الداتا تلف اللفة الطويلة دي كلها بين الكومبوننتس، إيه رأينا لو حطيناها كلها في مكان واحد مركزي، زي خزنة كبيرة كده؟ أي كومبوننت محتاج أي حتة داتا، بدل ما يستناها تجيله، يروح هو ياخدها بنفسه من الخزنة دي. المكان المركزي ده هو اللي بنسميه في عالم ريدوكس الستور. طيب عشان نبسط الدنيا خالص، تعال نستخدم تشبيه لذيذ وفعال قوي. هنتخيل إن الابليكيشن بتاعنا ده عبارة عن محل بيتزا. صدقوني التشبيه ده هيخلي المفاهيم الصعبة بتاعت ريدوكس سهلة جدا وبتلزق في دماغ. بصوا بقى على الخريطة دي عشان نفهم القصة. تخيلوا معايا، المطبخ ده هو الستور بتاعنا في ريدوكس، ده المكان اللي فيه كل حاجة، كل المكونات، يعني كل الستيت بتاعت الابليكيشن. طيب لما زبون بيجي يطلب اوردر، ورقة الاوردر دي هي الاكشن، مجرد ورقة بتقول ايه المطلوب. مين بقى اللي بينفذ الاوردر ده؟ الشيف. الشيف هو الريدوسر بتاعنا، هو الوحيد اللي معاه مفتاح المطبخ وبياخد الاكشن وينفذ التغيير. تمام، نمسكهم واحدة واحدة. نبدأ بالستور أو المطبخ بتاعنا. فكروا فيه على إنه المصدر الوحيد للحقيقة، أو السنجل سورس اوف تروث. يعني إيه؟ يعني لو أي كومبوننت في الابليكيشن عايز يتأكد من أي معلومة، مفيش غير مكان واحد بس يروح له. مفيش بقى نسخ مختلفة من الداتا مرمية في كل حتة، كل حاجة متجمعة هنا في مكان واحد. نيجي لتاني حاجة، الأكشن، أو زي ما قلنا ورقة الأوردر. الأكشن ده مجرد أوبجكت بسيط بيوصف نية التغيير. هو مش بيغير أي حاجة بنفسه، هو بس بيقول إيه اللي المفروض يحصل. بالظبط زي ما الأوردر ويقول عايزين بيتزا مارجريتا، ده مجرد طلب لسه متنفذش. وهنا بيجي دور البطل، الشيف أو الريديوسر. الريديوسر ده هو الوحيد اللي مسموح له يغير في الستيت. هو بيعمل إيه؟ بياخد حاجتين، الحالة القديمة والأكشن اللي لسه جايله، وبناء عليهم بيرجع حالة جديدة تماماً. ودي نقطة مهمة قوي، هو مش بيعدل في القديم، لا، هو بيعمل نسخة جديدة معدلة. وده اللي بيخلي كل تغيير بيحصل في الابليكيشن واضح ومنظم وتقدر تتابعه بسهولة. حلو قوي الكلام ده، بس يجي هنا السؤال المهم. يعني خلاص أي مشروع أعمله أستخدم فيه ريدوكس على طول؟ إمتى بالظبط أقول إني محتاج ريدوكس؟ قبل ما نجري على ريدوكس، لازم نعرف إن رياكت نفسه في أداة مدمجة اسمها Context API. طيب إيه الفرق؟ بصراحة الكونتكست API ممتاز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. لو بتبني حاجة بسيطة هو كافي جدا وسهل. لكن لما مشروعك يكبر ويبقى معقد، هنا بقى ريدوكس بيبان قوته. هو مش مجرد أداة لإدارة الستيت، هو نظام كامل معاه أدوات احترافية زي الديف تولز اللي بتخليك تشوف كل تغيير بيحصل، وبتسهل التعامل مع الحاجات المعقدة زي ال API calls. ممكن نلخص الإجابة كلها في جملة بسيطة قوي: مفيش قانون مكتوب، بس القاعدة الذهبية بتقول اللحظة اللي تلاقي فيها نفسك بدأت تتوه في الستيت بتاعة الابليكيشن وبقيت بتضيع وقت عشان تعرف المعلومة دي جاية منين ورايحة فين، دي العلامة اللي بتقولك إن جه وقت ريدوكس. وفي الآخر السؤال مش بس هل محتاج أستخدم ريدوكس،
لأ، السؤال الأعمق هو هل الابليكيشن بتاعي معمول عشان يكبر؟ لو الستيت عاملة فوضى دلوقتي وهي لسه صغيرة، تخيلوا شكلها هيبقى عامل إزاي كمان سنة. يمكن بناء مطبخ مركزي منظم من الأول هو ده الاستثمار الصح اللي هيوفر وقت ومجهود رهيب في المستقبل. في الآخر القرار يرجع لكل واحد.